ودي اصول من دار 36,000 عنوان في 134 سنه. 36,000 عنوان في دوله ما تعملش الا 36,000 عنوان. دار المعارف دار المعارف 36,000 عنوان. فبدات ادور من دار الكتب، من اصدقائنا، من مكتبتي الخاصه، نشوف ايه الوضع. انا لو وجدت في المكتبه في دار المعارف الارشيف 3000 عنوان فقط. طب وبعدين؟ طب هشتغل ازاي؟ الدنيا بقى اتغيرت. عندنا نشر رقمي، عندنا نشر صوتي طبعا، فلازم هتاخد بالاسباب وتشتغل في الاتجاهات الجديده. اللي لقيناهم يا استاذ سعيد 3000 وبالجهود بقى بعد كده وصلت، فبدات اغيره. حتى الان وصلت لحوالي 12,000. يا سلام، الحمد لله لغايه دلوقتي. عملت منهم 8000 رقمي كمان، على اساس الناس نلاقيهم بقى على موجود على عندي وعلى المنصات. دي نسخ على امازون ولا نسخ؟ لا، على امازون للبيع. على امازون، وعندي حوالي 10 منصات. احنا وعلى جرير والعبيكان وعلى كذا منصه، وعلى بنك كله. المعرفه. احنا متعاقدين مع، وفي منصه بعملها مع وزاره الاتصالات للنشر الثقافي في مصر. عظيم والله. هتبقى موجود اصداراتنا على كله. عظيم، لانه وعملنا كمان مجله اكتوبر من يوم صدورها. لانه ومجله اكتوبر من يوم صدورها فيها كم من المذكرات والمقالات المهمه. انت عايز توريني ايه؟ هات لي المجلدات بتاعت يا سلام يا سلام. ده بص بقى الجديد اللي هينزل المعرض، اللي هو هات لي المجلدات بتاعت انا عايز البوليسيه. مغامرين 5 وحتى في نوعين المغامرين. الشياطين ال 13 كانت دار الهلال. دار الهلال لان هو الراجل دار المعارف، لان هو الراجل كان موظف في دار الهلال. انت عارف كده؟ محمود سالم. ومع ذلك عمل لكم في دار المعارف. طبعا لانه اللي بيحقق له برضه من اللي بيعمل له النتيجه مين؟ دار المعارف. واخد بال حضرتك؟ طبعا مفيش منها ده اتعملت ده الشغل التقليدي بقى القديم. فانا كان لازم عشان اطور بقى حلو. وتشوف الاحفاد يشوفوا حاجه جديده متغيره. انا عايز كمان والنبي النسخ القديمه، الطبعه القديمه دي عملت له اللي هو الغلاف العادي البيبر حاسس بفرحه وهو وده الهارد كفر. الكويت طلبوا مني مغامرين 5 دي حاسس بفرحه كبيره يعني. انا في ناس في معارض انا بشوفهم في الوطن العربي في اي معرض بتيجي الجد والابن والحفيد يتصوروا مع المكتبه الخضراء ومع الحاجات التراثيه دي. طبعا، والمكتبه الخضراء يقول له ابوك قرا وانا قريت فانت لازم تقرا. انا استلمت كان 40 عدد 2015، دلوقتي وصلنا ل 86 عدد. ودي كانت كل يوم بيصدر اول طبعه اولى كانت ليها سنه كام؟ دي بدات تقريبا حوالي يمكن 1950. ده بقى ادب كامل كيلاني. طبعا كله دار المعارف اساسه دار المعارف. ودي طباعه دار المعارف. مطبعه دار المعارف طبعا طبعه جميله. السندباد دي اعداد قديمه، دي معناها مش مكتوب التاريخ قوي، بس انا اعتقد السندباد دي بنتكلم في 60 سنه مثلا. كان عندك يعني الطباعه عامله ازاي؟ لا حاجه جميله جدا. وكانت اصل ده مجلد يعني ده بيشمل كذا عدد. بس دي الاعداد القديمه اللي كانت موجوده في المخازن اتجلدت ولا دي طبعتوها من اول وجديد؟ لا اتجلدت وطبعت. تمام، واخد بال حضرتك؟ وفي يعني ان حضرتك تلقى الاصول بتاعتها دي عندي انا تنيت ابحث عنه لغايه لما جبت الاصل. عايزين تعرفوا برضو الاسعار. عايز يعني انا بحب جدا الاسعار. يعني تحتفظ بمجلد السندباد ده انت مش متخيل سندباد بكام؟ ب 8 جنيه. هل هو ده ب 8 جنيه؟ ده اللي في ايد حضرتك ده ب 8 جنيه؟